وصل الخبر لمقر الأبطال الرئيسي، لكن وصل البطل الروبوت السادس من المرتبة اس، واللي زيدت مبلة إن الوحوش اللي رتبتها عالية كلها ظهرت في أماكن مختلفة في المدينة في وقت واحد. وجه الطالب اللي بيسمى صياد الأبطال ده وزاد في الزيطة هو كمان، وبدأ يقاتل بطلنا اللي بالمضرب اللي من رتبة اس. لكن من الواضح ان بطلنا اللي بالمضرب ده قوي جدا، لكن للأسف يا صديقي برضو صياد الأبطال كان أقوى منه في الوقت الحالي، وعرف يدخل من نقطة ضعف بطلنا ويقضي عليه. لكن يا صديقي ما ينفعش نستهين بالبطل بتاعنا وهوب ينقضي زي الوحش على صياد الأبطال، ولسه هيفنشه بتظهر أخت البطل بتاعنا. فيضطر يا صديقي يوقف بطلنا الضربة بتاعته علشان ما ينفعش يتخانق قدام أخته. نرجع بقى لبطلنا سايتاما ولكن في المسابقة الهبلة اللي هو أقحم نفسه فيها دي. وبدأ أول مباراة لبطلنا سايتاما، وكالعادة الجميع ينظر إلى سايتاما باحتكار على أنه مبتدئ وإنه هيتفشخ، ما يعرفوش إلا أنا وإنت يا صديقي نعرفه كلنا. وطبعا بدأ المنافس بفرض عضلاته كالعادة، والكلام الكتير اللي مالوش أي 30 عازة، والتفاخر وإزاي هكسبك وبتاع وهوب ولسه هيلمس الباروكة على راس سايتاما يا صديقي، هوب اداله ردة فعل بلكمة واحدة فقط، الراجل راح بعيد. طبعا انت عارف مصير اللي بياخد لكمة واحدة من بطلنا يا صديقي. وطبعا زي ما انتوا عارفين المدينة كلها برا الملعب بتاعت سايتاما تضرب تقلب، وحوش في كل الاماكن، وصياد الابطال بيزيد في الزيطة. المهم بطلنا سايتاما وصل لأفضل 4 في المسابقة. بدأ سايتاما في تصفيات نصف النهائي يا صديقي، وبرضه بدأ الماتش بأن خصم سايتاما بدأ يتكلم عن نفسه وبتاع وإزاي أحط عليك يا سايتاما وبتاع. وطبعا بطلنا سايتاما واقف قدامه بنظرة الازبهلال الطبيعية بتاعته دي، وفضل المقاتل ده يتكلم ويرغي كتير وكتير وكتير لحد ما سايتاما ملي منه فداله بوكس واحد وقلبه. ووصل بطلنا سايتاما للنهائي يا صديقي. بدأ المقاتل بضربات سريعة ضد سايتاما، وبطلنا كان كل اهتمامه يا صديقي ان الباروكة ما تقعش. انت مصدق يا صديقي؟ انت فاهم يا صديقي قمة العبث اللي احنا بنتفرج عليها دي؟ وبدأ المقاتل بكل ما أوتي من قوة انه يحاول يسقط سايتاما، بس واضح ان سايتاما كان مستمتع ان في حد قوي بقتله. وبرضه بعد كل ضرب ده يا صديقي كان هم سايتاما الأول والأخير ان الباروكة ما تقعش. لكن هنا يا صديقي بيبدأ المقاتل يستفز بطلنا بل وكمان وقع الباروكة. وهنا يا صديقي بيبدأ سايتاما الجد ويحرك يديه حتى يضرب المقاتل المستفز ده. لكن هنا كان سايتاما مهتم بحاجة ألا وهي إنه ما ينهيش أي ماتش بعد كده بضربة واحدة. الراجل عايز يستمتع يا جدع، سيبه يستمتع. المهم وقف الضربة في النص كده، ومن قوة مجال الضربة دي حرقت هدوم المقاتل المنافس. وهنا المذيع ما كانش همه أي حاجة أو مركز في أي حاجة إلا في الباروكة. يا أخي أنت متخيل قمة العبث؟ ما هذا العبث يا صديقي؟ لا مش كده وبس، ده الحكام كمان بيتشاوروا بينهم في حوار طرد سايتاما علشان انتحال الشخصية. بل وكمان يا صديقي تم إقصاء سايتاما. ما هذا العبث؟ وخصم سايتاما فاز. قمة العبث ورب العباد. لكن طبعا المقاتل الخصم ما كانش راضي بكل العبث ده، وبدأ يهجم على سايتاما بكل قوته لدرجة انه كسر المنصة على سايتاما. وهنا يا صديقي بيحاول سايتاما يفهم اكتر من المقاتل هو ليه بيرقص، فبدأ يرقص زيه. وسايتاما بيرقص هجم عليه المقاتل مرة تانية، وهنا بالغلط خبط في سايتاما. وانت عارف الباقي يا صديقي، معرفش سايتاما ده معمول من ايه بس ما علينا. هرب بعدها سايتاما علشان حوار انتحال الشخصية ده، وهنا تم اعلان فوز المقاتل الثاني. وهنا ظهر وحش كبير جدا على شكل غراب براس أسنان في الساحة، وبدأ المقاتل إياه بقتال الوحش. وبدأ القتال بينه وبين وحش على شكل شيطان، لكن الوحش ده باين عليه قوي جدا، لكن المقاتل ده برضه مش قليل. بعد ما قتل الوحش ده قرر القائد اللي على شكل غراب انه يديله فرصة تانية وانه يتحول هو كمان لوحش وينضم اليهم. لكن المقاتل رفض العرض ده وبدأ يهجم على القائد، وبضربة واحدة الوحش قضى عليه.
على الناحية التانية يا صديقي بيزيد صياد الأبطال في المكان وبيقابل بطل جديد على شكل كلب برتبة اس وبيبدأ يقتله. نرجع تاني للمقاتل بتاعنا لسه فيه الروح وكان بيحاول يقاتل الوحش الغراب ده، لكن للأسف ما كانش ليه أي فرصة على التغلب على الوحش. يصرخ المقاتل ده بكل قوته ويطلب النجدة. مين بقى يسمع طلب النجدة ده يا صديقي؟ أكيد يا صديقي أنت عارف مين، بطلنا المغوار سايتاما. وبدأ الوحش بطبيعة الحال يتفاخر بنفسه وبمدى قوته وغباء سايتاما وبدأ الهجوم عليه. أنت عارف مين الغبي دلوقتي طبعا يا صديقي، لكن كما نعلم كلنا أن ضربات الوحش ولا هتحوق في بطلنا، لحد ما الوحش ده بدأ يتغابى على بطلنا وإذ فجأة يضربه بضربة اليد الجالبة للظلام. يحصل انفجار كبير جدا ساعتها ونتفاجأ جميعا بالوحش هو اللي اتنسف. وبكده يا صديقي أنقذ سايتاما المقاتل الخصم للمرة الثانية على التوالي، والمقاتل ده بلغ سايتاما إن في منظمة اسمها منظمة الوحوش نشر الفوضى في المدن كلها وعندها القدرة على تحويل البشر إلى وحوش. وكان كل ده جينوس بيقاتل الوحش ده بره، بس واضح إنه اتفشخ كالعادة. وأما طلع سايتاما يدور على الوحوش لقاهم كلهم اختفوا. وهنا يحدث شيء غريب، صياد الأبطال يظهر لنا وهو متدغدغ واتضح انه اتفشخ حرفيا من بطل الكلب، ويشوف سايتاما وكينج وعليه وهو في الحالة دي هيهجم على كينج او اي حاجة يضرب فيها وسلام. سايتاما بطبيعة الحال ادى لصياد الأبطال ده بالرجل ورماها على الجنب بكل بساطة وسلاسة يا صديقي، وكملوا كلامهم ومشوا عادي جدا ولا كأن في حاجة عدت. على الناحية التانية بيظهر 2 وحوش متحولين لسونيك النينجا ويعرضوا عليه تحويله إلى وحش، وبالفعل بيتحول سونيك علشان بيفكر إنه كده يغلب سايتاما. مرسال يوصل لمنظمة الأبطال من منظمة الوحوش ويبعت رسالة. محتوى الرسالة يا صديقي هي بطلب منهم إنهم كوحوش يسيبوهم في حالهم. شايف بساطة الطلبات يا صديقي؟ وقال إيه عاوزين عالم يعيش فيه البشر والوحوش بتناغم وسلام. لكن طلع ان دي ليس الا نكته من الوحش، وانه عاوز من البشر انهم يجمعوا كل الابطال بتوعهم ويهجموا عليهم في مكان هو حدده. بيفوق صياد الابطال على الناحيه الثانيه من الغيبوبه اللي هو كان فيها من ساعه ضربه لسايتاما ليه، وما كانش فاكر هو اللي حصل له كالعاده، مره مرمي في الزباله ومره مغمى عليه في شارع عام. وتنتشر اخبار منظمه الوحوش في الاخبار وينتشر معها الفوضى. وعلى الناحية التانية يا صديقي استلم الوحوش كلها أخبار الصحافة على أنها رسالة ليهم إنهم يتجمعوا ويثوروا على البشر. وفي ناحية صياد الأبطال كان بيحاول يهدى شوية، لكن في بعض الأبطال من مختلف المستويات عرفوا مكانه واتجمعوا عليه وبدأوا يقتلوه كلهم، لكنه كان قوي جدا صراحة ضدهم كلهم، وبدأ يستخدم قوتهم ضدهم ويهزم واحد واحد. وبالفعل كان بيخلص على واحد من الأبطال لحد ما هزم الأخير يا صديقي. بعد ما هزم صياد الأبطال الجميع ظهر له جينوس، وده تم استدعائه من واحد من الأبطال اللي انهزموا وبدأ القتال بينهم. وعلى الناحية التانية كان سايتاما بيلعب بلاي ستيشن مع كينج. قمة العبث ورب العباد يا صديقي. نرجع تاني لجينوس وصياد الأبطال. بدأ صياد الأبطال يقلد حركات بطل الكلب، بل وكمان يستخدم تقنيته الكاملة، لكن ده ما منعش جينوس إنه ينفخه حرفيا. تظهر هنا الوحوش كلها لمساعدة صياد الأبطال وإنه ينضم إليهم. وهنا يظهر جده معلم صياد الأبطال ويدخل دخول رايق بيسبب حرائق ويطيح في صياد الأبطال برجله. وبدأ القتال بين المعلم والتلميذ للمرة الأخيرة، لكن من الواضح ان المعلم بيفوق تلميذه بمراحل. وهنا ظهر وحش كده كأنه طائر واخد صياد الأبطال وهرب بيه. وهنا ظهر وحش الدودة العملاقة دي وساعدت صياد الأبطال هو كمان، وبدأ القتال بينهم. واتضح ان الثلاثة اما تعاونوا مع بعض قدروا على عمل هجمة حلوة جدا اثرت جامد جدا على الوحش. لكن يا صديقي واحذر من لكن دي، الوحش انسلخ من نفسه مرة تانية كأن مفيش أي حاجة حصلت له، وبدأ جينوس لوحده بالهجوم على الوحش بلا فائدة. لكن للأسف الوحش قطع جينوس إلى نصفين، لكن لحق جينوس ولحم نفسه من جديد لحد ما دخل جواه. وهنا قرر جينوس إنه يفجر نفسه وهو جواه، لكن برضه الهجوم ده ما يأثرش على الوحش نهائيا. ويوصل هنا كينج ويبدأ في استفزاز الوحش. أنا مش عارف هو بيعمل إيه بس هنشوف، ده لو بس الوحش بصله هيخفيه. وهنا يا صديقي يظهر الكبير
قوي الكبير وصل. يظهر حبيبنا اللي جاي من عالم تاني، اللي جاي من 100 ضغط 100 بطن 100 سكوات و10 كيلو جري يوميا، ويتفتت الوحش تلقائيا. وهنا نقول ان احنا مستنيين الجزء الثالث قريب جدا في 2023. وما تنساش يا صديقي تعمل سبسكرايب ولايك كده في السريع. اوكي سلام.